أهلا بيكم في عذاب روح مع فولكلور، حكايات تعيشنا في عالم الخيال والتشويق. بس قبل ما نبدأ الحلقة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد معانا. يلا بينا نبدأ الحلقة. بنبدأ حكايتنا مع هالة ومراد وساجد. أبوهم وأمهم ماتوا تحت الأنقاض بعد ما بيتهم اتهد، وهالة أخدت إخواتها وراحوا سكنوا في شقة قديمة في بيت قديم على قد فلوسهم. وطبعا بما إن مراد أخوهم الكبير هو اللي شايل مسؤوليتهم بعد والده ما توفى. وأول ليلة ليهم في البيت هالة كانت قاعدة في الصالة بتكتب ورق شغلها على اللابتوب. سمعت صوت مية بتتفتح، قامت بسرعة وفتحت باب الحمام، لقت الحوض ناشف والدش مقفول. هالة بتكلم نفسها وبتقول أنا متأكدة إن أنا سمعت صوت مية جاي من الحمام، يمكن المواسير، الله أعلم. رجعت هالة مكانها كملت شغلها، لكن جواها خوف وقلق وباين قوي على وشها. بعد شوية مراد أخوها كان نايم، صحي وخرج لها من الأوضة وقال لها مالك يا هالة يا حبيبتي، وشك متغير، شكلك قلقانة من حاجة، هو في حاجة حصلت ولا نايم؟ هالة بتقول لمراد والله يا مراد حصل حاجة غريبة، سمعت صوت دش مفتوح ومية نازلة جامد، والصوت كان جاي من الحمام. رحت ابص في الحمام ما لقيتش اي حاجه. مراد كان بيحاول يطمنها وبيقول لها يا بنتي ما تخافيش، يمكن صوت الميه ده من المواسير، وما تنسيش ان احنا في بيت قديم، ممكن تكون المواسير كانت بتزن ولا حاجه، ولا الميه مثلا كانت مفتوحه عند الجيران وانتي بتحسبيها انها عندنا. اقعدي بس انتي واشتغلي وما تفكريش في حاجه وما تشغليش بالك، اصلا ما فيش اي حاجه. ساجد اخوهم خرج عليهم وقال لهم هالة كلامها صح يا مراد، انا كمان سمعت الصوت ده زيها. مراد بما انه اخوهم الكبير بدأ يطمن ساجد ويقول له ساجد يا حبيبي مفيش اي حاجة من الكلام ده، الدنيا هنا عادية خالص، وبعدين احنا رجالة اختك ما ينفعش ان احنا نخوفها، المفروض ان احنا نبقى امانها، ولا ايه يا سجودة يا حبيبي؟ ساجد راح نام واطمن. صحي من النوم على صوت صرخة بنت صوتها مرعب جدا، خاف وجري على سرير مراد اخوه ودخل في حضنه ونام جنبه. وهالة صحيت من نومها الصبح كانت بتبص على مرايتها علشان تظبط هدومها قبل ما تنزل على الشغل، لكن وهي بتبص على المراية شافت حاجة مش طبيعية، بنت شابة لكن شكلها مرعب واقفة جنبها وبتعيط وحاطة ايديها على كتف هالة. هالة اترعبت وبدأت تبص حواليها، ما لقيتش في حد جنبها. بصت على المراية تاني لقيت البنت اختفت تماما. هالة قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ايه ده اكيد وهم، اكيد مش حقيقة، انا هلحق اروح شغلي قبل ما اتأخر. هالة راحت فطرت وبعد كده نزلت على شغلها، وكانت محضرة الفطار على السفرة قبل ما تنزل لاخواتها. مراد اول ما صحي من النوم لقى الاكل موجود على السفرة، قال يا سلام ربنا يخليكي ليا يا هالة يا اختي يا حبيبتي، انا بقى ادخل الحمام اتوضى واصلي واجي افطر وبالمرة اصحي ساجد علشان خاطر يلبس ويروح المدرسة. ولسه داخل من باب الحمام لقى الحمام كله غرقان مية، وقدام الحمام مكتوب على البلاط بالدم ساعدوني. مراد التوتر بان في عينيه وقال لنفسه لا انا لازم اخبي الكلمه دي بسرعه قبل ما حد من اخواتي يشوفها، لحد ما اعرف ايه مصدر الكلام ده، احنا ما صدقنا نلاقي مكان نعيش فيه بعد اللي حصل لنا. واخد السجاده الصغيره اللي قدام الحمام وشالها وحطها على الكلمه، وبقى مرعوب جدا وخايف وبيقول يا رب استر من اللي جاي. لو عجبتكم الحلقة ومستنيين الجزء الثاني منها ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايكات وكومنتات جميلة منكم. معاكم غادة فويس.